انا مش جاهز دلوقتي للجواز، انا مش قادر اخد الخطوه دي. طب جهز نفسك وكلمني. I don't have time. خرشي على الحلاوه. الجينز على الاسد يمنع الحسد. يا لهوي يا لهوي. لا لا لا، الشعر البلوند ايه، مش ممكن بيت احلى من البنات البيضه. خطير عليا. لا مش ممكن بقى، اروح فين تاني يا ربي؟ انا مش جاهز للجواز، مش جاهز للخطوه دي. طب خلاص يعني اجهز وكلمني، ولما تكلمني يا رب اكون فاضيه. انا ما اعرفش من هنا لهناك إيه اللي ممكن يحصل بعد نص ساعه من دلوقتي. اوعي راجل يتكلم معاكي ويقول لك اصل انا مش جاهز، اصل انا مش عايز، اصل انا مش عارف اعمل ايه. اعرف هتعمل ايه وكلمني. ده ردك. اوعي واحد يقول لك انا مش جاهز، اجهز وكلمني. غيرك جاهز عايزني، هتوحشني. محتوى ايمان الاباجوري مش عشان اقعد استناه بالسنين ويديني على قفايا ويتجوز بنت عمه. احنا ما عندناش وقت ليه ولا لعمه. احنا هنا المحتوى عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. لما مش جاهز كلمك من الاول ليه؟ لما مش قادر كلمك من الاول ليه؟ اسالي نفسك السؤال ده. طب لما مش عايز، هو انت رحت طلعت جريتي وراه في الشوارع يعني؟ عملتي له قضيه يعني ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. من الاول الكلام، من الاول. انت مش جاهز ومش عايز وبلا بلا بلا بلا. اتكلمت معايا من الاول ليه؟ كون انه قال له ازيك واتفتح ما بينك وما بينه مكالمه او شات، نو واي. خلصت. ده اصلا وعد وعشم. انت دلوقتي في حياتي اسمك ايه؟ انا عايزين نحطك كده في مكانك. انا بحب احط كل واحد في مكانه. انت مين عشان تقعد في مكانك؟ ممنوع منعا باتا ان انت تفضلي موجوده مع راجل مفيش مسمى للعلاقه. مش عارفه الراجل ده عايز ايه. راسه من رجله. ماكسيمم 6 شهور دبلتي في ايدي. لو 6 شهور ويوم عدوا ما اعرفوش، بلوك. وما بقولوش تعالى اخطبني وتعالى اتجوزني وانت جاي. واصل ابن عمي هيموت عليا. سيبك من الشغلانه دي والاسطوانه دي عشان فاشله فشل ذريع. مش عارفه تجيبيه، احجزي معايا استشاره على طول كده من غير كلام. لكن ابقى عارفه اللي ليا واللي عليا في العلاقه. مش رايحه جايه مش عارفه انا فين ومع مين. واي راجل يدخل حياتي في الاول سكرين شوت لحياته وقبلي، سكرين شوت لصفحاته وهي معايا، مين عنده مين بيعلق بالليل معايا في اتصال تليفوني، اليوم كله معايا بنتكلم وبنتشات مع بعض. غاب ساعتين اشوفه فين. هتنزل واحده ليه الخطط ليه الحوارات؟ طيب يا ام الخطط والحوارات يا عقله يا رزينه، اما يتشقت منك ولا يتجوز ولا يمشي ويسيبك وتبقي مهمله، ابقي تعالي عيطي وشوفي الفيديوهات. انا ولا بعمل خطط ولا بعمل زفت. انا من الاخر 2 عايزين يتجوزوا بعرفك هو كويس ولا لا. بقدم لك هنا الخطط من الاول تعرفي الراجل التمام والراجل الوحش. انا ولا طالعه اطلقك ولا طالعه اضايقك ولا طالعه بتاع. انا بالعكس، انت بيضحك عليكي بعرفك تمام مش تمام. بقول لك حقوقك وبقول لك واجباتك. فالناس بقى تفهم لي المحتوى صح. اما المرضى النفسيا اللي نازلين يزيتوا في الدنيا دول، ما حدش بيشوف كومنتاتكم اصلا والله العظيم. اديكم شايفين المتابعه يعني مش قادره اتكلم. شيري له ريل ده بسرعه.